السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية انتشر خبر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لسقوط رجل داخل بئر جاف بمنطقة الحاجب بولاية بسكارة الجزائرية، والخبر الذي انتشر عبر منصات التواصل أدى إلى حالة من القلق. وقد انتشر خبر سقوط رجل داخل بئر جاف بالحاجب وتدخل مصالح الحماية المدنية من إنقاذ رجل انهار به بئر جاف بالمنطقة الفلاحية حاسي زراري ببلدية الحاجب ولاية بسكارة عبر الصحف الجزائرية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعة الأخبار. وتصدر خبر سقوط رجل داخل بئر جاف محركات البحث العالمية، وبحسب ذات المصالح عملية الإنقاذ تمت منتصف نهار اليوم بالمنطقة الفلاحية حاسي زراري، وذلك إثر سقوط رجل داخل بئر جاف بدون ماء عمقه 20 متر بعد انهياره. هذا وأضاف بيان ذات المصالح إن عملية الحفر مستمرة من أجل الوصول إلى الضحية، حيث تم حفر أكثر من 10 أمتار. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن، وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.